أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن قصة الأيام الأخيرة في حياة الشيخ الشعراوي، وهنعرف إيه آخر الكلمات اللي الشيخ قالها قبل وفاته، وهنجاوب على السؤال اللي بيقول يا ترى الشيخ شاف الرسول قبل ما الشيخ يتوفى على طول؟ هنعرف مع بعضينا من خلال الحكاية اللي بيحكيها لنا الشيخ عبد الرحيم ابن الشيخ الشعراوي. بيقول الشيخ عبد الرحيم بيقول إن الشيخ امتنع عن الأكل والشرب والدواء في آخر 18 يوم، وكمان ما كانش بيرد على التليفونات، كل وقته كان بيقضيه معانا وبس. وفي يوم أنا لقيت بنتي وفاء طالعة بتنده عليا بسرعة وتقول لي بابا بابا انزل كلم جده دلوقتي حالا. سألتها هو قالك إيه بالظبط؟ قالت له يا بابا أنا داخلة عليه وشايلة بنتي ندى عليا وقال لي وفاء مين اللي معاكي دي؟ قلت له دي ندى بنتي يا جدو. قال لها ندى؟ طب هاتيها في حجري هنا. أبوكي فين؟ قالت له بابا فوق. فالشيخ قال لها اطلعي قولي له يجهز العربية. قالت له حاضر يا جدو. يا دوب مشيت نده عليها وسألها هو النهارده ايه؟ قالت له النهارده الحد يا جدو. قال لها وهو بيعد على صوابعه الحد الاثنين التلات الاربع، لا قولي له يجهز العربية بسرعة. قالت له حاضر يا جدو. لسه هتمشي راح نده عليها تاني وقال لها هو النهارده كام في الشهر؟ قالت له النهارده 14 يا مولانا. فراح عدى على صوابعه تاني وقال 14 15 16، لا خليه يلحق بسرعه بقى. بيقول لما بنتي قالت لي كده نزلت بسرعه لقيته قاعد على السرير ومدلدل رجليه، فبصيت له قوي والدموع نزلت من عينيا. قال لي نعم من اولها؟ قلت له من اولها ايه بس يا مولانا؟ رد عليا وقال لي قد المسؤوليه يا واد ولا مش قد المسؤوليه؟ قلت له يا مولانا يعني بس. قال لي ولا كلمه ولا كلمه، ربنا هيعينك ان شاء الله. قال لي الشيخ انا خليتهم يندهوا عليك عشان تجهز العربيه، فاخواتي قالوا له قول لنا بس انت عايز تروح فين واحنا نوديك. قال لهم ملكوش دعوه بالموضوع ده، وقال لي تعالى اقعد يا عبد الرحيم جنبي، وراح مطبطب عليا ودعكلي في ظهري وقال لي انا عارف ان انت اللي هتتحمل وتبقى رابط الجأش، فاهم يا جحش؟ انا اول ما قال لي موضوع العربيه ده انا خلاص الدنيا اسودت في عيني، ما بقيتش اتنقل من جنبه خالص ولا اطلع فوق في شقتي ولا اروح في اي مكان، بقيت قاعد جنبه على طول. وفي يوم التلات انا ببص في الساعه لما جت الساعه 12 بالليل قلبي وقع. الشيخ قال لي انت يا واد مكشر كده ليه؟ قلت له لا مفيش حاجه يا مولانا. قال في ايه يعني؟ رد حد من اخواتي قال له اصله يا مولانا زعلان انك مش بتاكل ولا بتشرب. راح الشيخ عبد الرحيم قال انا نسيت اقول لكم ان الشيخ الشعراوي طول ال 18 يوم كانوا كل ما يجيبوا له الاكل يقول لهم يا بنتي انا لسه فطران حالا. يجيبوا له الغدا يقول لهم انا لسه متغدي. يجيبوا له فاكهه يقول لهم يا ناس انا لسه واكل فاكهه. فانا كنت اقول لهم خلاص شيلوا الاكل ما تتعبوش مولانا. وفي يوم وفاته ندى على غاده بنت اختي، هي كانت متعوده تقص له ضوافره. قال لها يا بت يا غاده يا بت مش هتقصي لي ضوافري يا بت؟ قالت له حاضر يا جد، وراحت جابت ادواتها وقصت ضوافره. وبعدين قال لي يا واد مش هتسوي لي دقني يا واد؟ سويت له دقنه كله تمام. بعدها قال لي انا عايز استحمى حمايه حلوه يعني. قال لي كمان يلا يا احمد انت واخوك ودوني الحمام، ودعك لي ظهري بليفه غشيمه، يعني ليفه جديده ما حدش استعملها قبل كده. وقال لي انا عايزك تجيب لي غيار جديد نوفي وجلابيه جديده ما لبستهاش قبل كده. جبت له الغيار الجديد النوفي والجلابيه الجديده، لبس وتمام التمام. قعد وقال لنا قوموا بقى انتوا عشان انا عايز اقعد مع ربنا شويه. فقمنا، وبعدين قال اسقيني ميه يا ابني. سقيته ميه زمزم وشربنا كلنا وطلعت فوق. تاني يوم الساعه 6:30 الصبح لقيت نفسي قايم واقف على رجليا ومندفع عايز انزل تحت اطمن على الشيخ. فلقيت جوز اختي واقف على السلم، فنزلنا سوا ودخلنا وقعدنا معاه.
وبعدين شوية كده لقيته راح باصص لفوق وقال: أهلا أهلا سيدي أحمد، أهلا سيدي إبراهيم، أهلا ستي زينب، أهلا، والله أنا جايلكوا يا ستي، أهلا وسهلا. الله الله الله، أنا أستاهل كل ده، أنا أستاهل كل ده. وراح رافع صباعه وتشاهد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. وراح طالع السر الإلهي. وبكده نجاوب على السؤال اللي بيقول: يا ترى الشيخ شاف سيدنا محمد قبل ما يتوفى؟ فعلا طبعا هو شافه، بدليل إن هو كلمه لما تشاهد. وقال الشيخ عبد الرحيم وأولاده: جزاك الله عنا يا شيخ كل خير، ربنا يرحمه، كان نعم الأب الصالح والقدوة الصالحة. رحم الله شيخنا الجليل اللي توفى يوم 17 يونيو 1998 بعد أن انتهى من تفسير القرآن كله. بشكركم وإلى اللقاء في فيديو جديد. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتركوا في قناتي حكم وأمثال منال ليصلكوا إشعارات بكل اللي بكتبه من الحكم والأمثال والقصص والحكايات. شكرا لكم، سلام عليكم، تحياتي.